هاد الشربات هذه هي اللي لازم تكون كل يوم فوق الطابلة تاع رمضان، تنحي لكم الشياط تاع الصيام. السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وتلقاكم هاد لا فيديو في احسن الاحوال يا ربي. كيما قلت لكم جبت لكم واحد الوصفة تاع شربات خفيفة ظريفة وبزاف بنينة منعشة ما عندي ما نحكي لكم. وحتى الطريقة تاعها يعني تاع ليه 5 دقائق قبل الأذان بلوتو تقدروا ديروها وتشربوها. لهنا واش عندنا زوج حبات تاع قارص. انا لهنا مع الاول تشوفوا جبت حبه هذه موين وحبه صغيره، ومن بعد راني حنزيد حبه من بعد حبه صغيره بيسك هي في الاصل يا تكون عندكم حبه كبيره تاع قارص يا زوج حبات يكونوا موين. اسكرفجوهم نحوا لهم هذيك القشره الصفراء برك ما تلحقوش للقشره هذيك البيضاء بيسك عليها القشره هذيك البيضاء هي اللي راح تطلق لكم المروريه. كاين بزاف اللي كيديروا الشربات تقول لك باللي جاني فيها اغيغو شويه مروري شويه مروره يعني هو هذاك الابيض. دونك كيما قلت لكم نحوا غير هذاك الصفر. كي تسكرفجوهم زيدوا عليهم كاس تاع سكر عادي، خلطوهم مليح باش يمتزج هذوك القشور مع السكر. ومن بعد روحوا عصروا هذوك زوج حبات تاع القارص. انا كي رحت عصرتهم هي نورمالمون تخرج لي في هاد لا كونتيتي اللي عطيتها لكم تخرج لي كاس غير ربع تاع عصير ليمون، كاس غير ربع. انا بهاد الحبات قلت لكم هذه الحبه صغيره سما كي شغل راني درت حبه برك، هذيك حبه صغيره شغل ما حسبتهاش كامل. كي رحت عصرتهم جاتني قيس نص كاس، دونك على بها رحت زدت حبيبه تاع قارص زدت سكرفشتها دوك تشوفوا. هاني نوري لكم هنا جاتني نص كاس. هي نورمالمون كاس غير ربع بكاس تاع السكر اللي درناه. سي بوغ ساني حنزيد نسكرفج هادية ونزيد نديرها باش تحصلت على كاس غير ربع تاع العصير. هذه يعني نقول لكم شربات هايله 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 هايله، والقوام تاعها تانيك هايل. نتوما تتحكموا فيه مام الدرجه تاع الحلاوه نتوما تتحكموا فيها. احنا شوفوا في رمضان جينيرالمون ما نشروش كامل لي جو تو نستعملوا هكا في الدار بزاف نديرو. مي دوكا كل حاجه راهي غاليه يعني يقولوا لي واش راح نديروا واش من لي جو حنديروا الفاكهه كامل راهي غاليه. معليش نستغلوا القارص مزيه مزيه مزيه. ماما شرات من قبل وماما تخبيه تغسلو تنشفو مليح وتغطيه بابي الومنيوم يقعد جديد. ديجا كنت نسكرفش فيه واحد الريحه طلقت ما عندي ما نقول لكم ينعنع. ومن بعد هذاك عصير الليمون خلطته مع هذاك السكر وقشور تاع الليمون، خلطهم مليح واحد 2 دقائق هكذاك. زدت عليهم اون بواط تاع ياغورت لوغو قارص. هاد لا مارك هادي ممزوج هي اللي عندها لوغو قارص قاصح، هي اللي عندها بنين. سينو تقدروا ديروا اي نوع واحد اخر مام دانون في القارص مليح. ومن بعد ميكسيو هاد الخليط كامل ميكسيوه بلو بغا ميكسور مليح. ومن بعد نضيفوا لهنا الماء. لا كونتيتي تاع الماء تروحوا من لتر حتى لتر ونص نتوما والقوام اللي تسحقوه. انا درت لتر وزدت ربع ما درتش لتر بيسك جاتني شويه هكا ثقيل يعني. ولو كان درت له ريتله ونص راح يجيني خفيف ليسونسيال نتوما كيما تحبوا. المهم كيما قلت لكم انا درت لتر خلطت ومن بعداتيك زدت 4 ريتله هاي لك وخلطوه. دوكا لهنا شوفوا تحبوا تصفيوه تنحوا هذوك القشور صفيوه. انا لهنا في الدار ما يحبوش هذوك لي بيب سورتو خويا ما يحبوهمش. ومام دوك تشوفوا يعني كميه مليحه في الصفايه من بعد تشوفوها. وكاين اللي لا كاين اللي يحب يتحسس بهذوك القشور تاع الليمون تقدروا تخلوا العصير تاعكم كيما راهو هكا شربت وتقدموها. انا لا راني نصفي فيها لهنا ومن بعداتيك نحطوها في الطاس وخلوها تبرد. وش نحكي لكم مع الصيام تفطروا بها تفطروا بها سيرتو كي تكون باردة واليامات هادوما راهي سخانة والعطيش ما عندي ما نقول لكم. شوفوا الكمية اللي نحيتها هذه هي وهكا ونقدمها شربوها بالصحة والهنا ان شاء الله. هاي ليك الشربات راهي واجدة حطيتها في الفريجيدار بردت الله الله. شوف ديجا هكا اني صايمة واني نتلذذ بالذوق هذاك تاعها
ان توكا شهيتكم في الجنة ان شاء الله، صحة رمضانكم وصحة فطوركم وصحة سحوركم. نتلاقى ان شاء الله في فيديوهات واحد اخرين، نتمنى تجربوها، ما تنسونيش بالجام، جربوها وخلوا لي رايكم في لي كومونتير. تهلاو بزاف روحتيكم، سلامة.